امبارح اقرب صاحب ليا اتصل بيا وقال لي كلمتين اتنين: انا مسافر كمان 3 ايام وعاوزك تبيع لي عربيتي في اسرع وقت ممكن. انا للامانه بقالي كتير قوي ما بعتش عربيات، وللامانه برضه انا قلت مصلحه نصور حلقه ونعمل كونتنت وبالمره نشوف ونحكي لكم اللي احنا عملناه. ما انت الصراحة يعني واللي اتعمل فينا. طب ما تعمله دلوقتي، مش هتخسر حاجه يعني. هي مش بقول لك هخلص واعمله لك لما اخلص بعد. ونشوف هل احنا فعلا هنقدر نبيع العربيه دي في 3 ايام بس ولا لا. اخر مره بعت فيها عربيه الموضوع كان لذيذ جدا الصراحه يعني، بس المره دي انا حاسس ان انا داخل على حرب ما يعلم بيها الا ربنا. مش عشان بس العربيه المفروض تتباع في 3 ايام مش اكتر، بس السوق الملعبك دلوقتي وفكره اصبروا هترخص، اصبر ما تبيعش عشان العربيه هتغلى تاني، في حته كده محدش عارف منين بيودي لفين، فعامله لعبكه وتاخير يعني لا نحسد عليه الصراحه يعني. وبناء عليه قررت ان انا احط المراجعه النهائيه في بيع العربيه. بصوا يا جماعه، اهم خطوه في بيع العربيه ان انت تغسلها، بس غسله ايه بقى؟ غسله ساحقه ماحقه تطلع التراب المتغلغل جوه رفارف العربيه دي. بس الفكره في حاجه، الغسله دي عامله زي رشه الملح، لو زادت قوي عن حدها والعربيه بقت نظيفه بزياده بتقلق اي حد يجي يشتريها. زيها بالظبط لو العربيه متبهدله ومتوسخه بزياده. وبناء عليه قررنا نغسل العربيه، سيبها في الشارع، هو كفيل يقوم بالمهمه دي. يومين بالعدد تلاقي العربيه ما تتشافش تاني من بره، بس التفاصيل الداخليه اللي جوه هتبقى تمام التمام. يلا بينا نغسل العربيه. واول حاجه لازم اعملها علشان نكتب الاعلان هو ان اصور العربيه. مش محتاجه فقاقه يعني، لازم اكون صورت العربيه صور واضحه جدا، ولازم اصلا المكان اللي اصور فيه يكون مكان كويس عشان العربيه تبان ان هي ايه، بنت بنوت كده، والبيع لدواعي السفر بجد مش اي كلام. خدت الصدمه فين انا بقى يا معلم؟ خدت الصدمه ان انا علشان انزل اعلان بيع العربيه على اي منصه بيع وشراء عربيات مختلفه محتاج ادفع فلوس كتير جدا، فللاسف ما قدامناش غير فيسبوك. المشكله في فيسبوك ان هو بيتعامل معاه زي حرامي الغسيل كده. انا ما بحبش حد يعرف حاجه عن حياتي، ما بحبش تبقى على المشاع كده يعني، ولا اهم العربيه اصلا مش بتاعتي، ودي معلومه هتغيب تقريبا عن كل الناس. فللاسف ما قدامناش غير فيسبوك وصداع فيسبوك. في حرفيا حوالي 600 واحد بعت لي: هل لا يزال هذا العنصر متوفرا؟ متوفر. والله يا جماعه قاعد ورايا زي الجاموسه. الفكره مش في كده، الفكره ان انا برد يعني، مش بتكرزم عليهم وبرد عادي. المشكله ان هم ما بيردوش، فانا مش عارف هم بيطمنوا على صحه العربيه ولا ايه، بس هي صحتها تمام ما تقلقوش، بتاكل كويس كله تمام. الفكره كلها او اسوأ حاجه بتقابلني دايما في بيع او شراء اي عربيه انا عايزها هو السماسره. للاسف الغالبيه العظمى من السماسره الا من رحم ربي يعني بتتصل علشان بس تسمعك كلام اقسم بالله يحرق الدم. الو، عربية دلوقتي؟ ما انت الصراحة يعني في ناس كتير اتصلت بيا الحقيقة يعني، بس الموضوع محتاج ان انا اخد اجازة من شغلي. ما بعملش اي حاجة في حياتي غير الموضوع ده، برد على المكالمات وبرد على الناس اللي بتفاصل بال200 وال300 الف جنيه في مكالمة، واسافر للناس اللي من القاهرة والجيزة علشان يعينوا العربية، ويا تتباع يا ما تتباعش في الاخر. فالظاهر كده ان انا ما قداميش غير حل واحد، حل ينجز كل الكلام ده. الحل في جراج 90. جراج 90 هو وسيط تقدر تبيع او تشتري من خلاله عربيتك بمنتهى السهولة، تسلمهم المفتاح وهم يهتموا بالباقي كله. هيغسلوها حتة غسلة ترجعها زيرو، وبعدها يصوروها تصوير احترافي في الاستوديو الداخلي بتاعهم، ومن الصور للويب سايت للسوشيال ميديا بتاعتهم كلها. ده غير انهم كمان هم اللي هيردوا على المكالمات مكانك، وهيرتبوا مواعيد المعاينة، وهيخلصوا اي اوراق تيجي في بالك.
حتى لو عربيتك عليها اقساط او حظر بيع بيقدروا يبيعوها وبشكل قانوني. كمان بيسمح للمشتري ان هو يقسط مع اي بنك في مصر. دلوقتي بقى انا قدامي حاجه من الاثنين، هم خلاص خلصوا يعني. ممكن اول اوبشن ان انا اخد العربيه معايا، بس مع كل ميعاد معينه هيتصلوا بيا يرتبوا معايا قبلها واجيب العربيه. بما اني من اسماعيليه فالموضوع هيبقى كبير، واضطر برضه اخد اجازه من شغلي فالموضوع هيعطلني جامد جدا جدا. بشكل عام ده يعني الوضع هيبقى معايا حد من الاقاليم او من الصعيد او انا الامانه قررت اعتمد الاختيار الثاني، وهو اني بمنتهى البساطه اسيب العربيه هنا. عايز يجي يتفرج عليها، طلعه معينه تطلع مع مندوب من هنا، تروح اي توكيل عايز يكشف عليها وما الى ذلك. فببساطه هم هيتصلوا بيا في حاله واحده بس: مساء الخير، عربيه اتباعت والفلوس اتحولت، تعال امضي. النهارده بالظبط هو اليوم السابع. عربيه في جراج 90 بقى لها تقريبا حوالي 5 ايام او 6 ايام. طلعت كذا مره معاينه، كذا مره تروح التوكيل، كذا حد كشف عليها. بس الفكره ان كل ده وانا في البيت. العربيه يعني طلعت الكلام ده كله مع المناديب بتوع جراج 90، هم اللي توكلوا على الله يعني. الحمد لله في حد امبارح توكل على الله في العربيه، خلص فيها، صاحبي راح على التوقيع والامضاء واتكل على الله. والحقيقه ان دي اسرع مره في حياتي انا ابيع فيها عربيه. الفكره بشكل عام فكره جراج 90 اللي يبقى فيه بروكر او حد يعني مسؤول عن بيع عربيتك، يعني الفكره في حد ذاتها مش جديده على فكره. الجديد هو قد ايه ان الكيان ده مكان منظم جدا، احترافي جدا لاقصى درجه، كيان مؤسسي موجود بمقر رسمي على ارض الواقع، وضعه قانوني، مكان هيخاف على سمعته، تقدر ترجع له في اي وقت. يعني انا مثلا عمري في حياتي ما سبت عربيتي لحد او نصحت حد ان هو يسيب عربيته مثلا لمغسله تغسلها او لسايس او لبواب او اي، حتى لو بروكر عربيات مثلا ما انصحوش ابدا ان هو يسيبها له. ولكن انا اول مره اعمل حاجه زي كده بسبب وجود الكيان ده، ان في مكان، ان في وضع قانوني، انا سايب عربيتي دلوقتي هناك بصوره رسميه. فالفكره كلها الموضوع بقى احترافي اكتر بكتير من اي مره انا فكرت اتعامل فيها مع بروكر عربيات. الفكره الاهم بقى كمان هو ان جراج 90 بيقدر يحل لك اي حوار ممكن يوقف لك البيعه. زي مثلا ان انت جاي لك عميل عايز يقسط مثلا، طب انا كفرد هقسط لحد ازاي؟ هو جراج 90 يقدر ينظم لك وييسر لك العربيه التقسيط مع بنك بصوره رسميه مثلا. او لو عربيتك عليها حظر بيع بيقدر يفك لك حظر البيع بصوره قانونيه 100%، بتقدر تبيع العربيه من غير اي مشاكل. فباختصار شديد ايا كان ايه الحوار او المشكله او العقبه في بيع عربيتك، جراج 90 هيقدر يتصرف فيها بصوره كويسه جدا وبشكل رسمي وقانوني 100%. بس كده، قولوا لنا ايه رايكم في التحدي ده، ولو عندكم اي افكار لاي تحديات جديده مطرقعه اكتبوها لنا في الكومنتس، ابعتوها لنا في برايفت مسج، اعمل اللي يريحك يعني. لو عايزين تعرفوا اكتر عن العربيات اعملوا لنا فولو وسبسكرايب بقى وشويه حركات كده يعني. السلام عليكم. يلا مؤاخذه بس يا شباب نسيت الموبايل. السلام عليكم. افتح، ما بتفتحش. والله حرام اللي بتعملوه فينا ده. يا عظمك يا رضا حبيبي. مين ده؟ بقول لك هخلص واعمله لك لما اخلص. بعد اذنك استريح. هتعدي يا محمد، اخلص.